مصطفى عبد الله عن وزن 87 ما شاء الله وصلت ل 74 ما شاء الله باين عليها جدا. وانا حتى لسه بقول لها ليه ما جيتيش بنفس الطقم؟ ف عشان الهدوم بقت تقع خلاص مني. ايه رايك في المنتج؟ المنتج جميل وانتوا ما شاء الله اجمل من المنتج كمان في مقابلتكم ومعاملتكم وفي ذوقكم وفي كل النصايح اللي مدام تغليد قدمتها لي ومشيت عليها وانسانه ذوق ومحترمه جدا. والكرسي جميل جدا برضه. ومع اول يوم لبست فيه الاكل وصل معايا للتلت. حكيت لي موقف ان كان في يوم فري هي ملخبطاه كانت هتاكل مكرونه. تمام. ويا دوبك 3 معالق مكرونه بس وستوب ما قدرتش ان انا اكمل خالص. فالحمد لله يعني احنا بنقول ان هي وسيله مساعده لا يستهان بها. انت بتأيدي الموضوع ولا رايك؟ طبعا. هو كرسي جميل وفي نفس الوقت بيشد الجسم وما بيخليش اي مكان مش مستحب اللي هو يبان لامن كل الجسم. رايك ايه بعد الوزن الجسم ده كله؟ ايه حاله الجلد؟ زي ما الواحد بينزله عادي من غير كرسي بيبقى فيه ترهل وفيه ستريتش مارك وحاجات كده. ايه رايك؟ لا طبعا هو شادد الجسم ومخلي فيه تناسق كويس جدا وبيساعد كمان مع الحركه ومع اللبس بيساعد ان الجسم ينشد اكتر. فمش اني البسه واقعد بيه، لا لازم اتحرك ولازم اكل كويس او اتعامل كويس مع الموضوع دوت عشان يدي نتيجه كويس. في عاملات كتير جدا بتقول ان هو ضيق جدا نلبسه ازاي؟ ده مش هيجي مقاسنا، ده مش هيدخل. لا مع اول لبسه ممكن يكون ضيق بس بعد كده الجسم بياخد عليه وبيتعود عليه وهو الاحسن ان هو يكون ضيق عشان يشد الجسم اكتر. عامل اي يعني كف مع النفس؟ لا ولا بيحرر ولا بيعلق ولا بيخلي صعوبه في الحركه ولا لا بالعكس لكني لابسه حاجه يعني مش عارفه اوصفها لك ازاي. هي حاجه حلوه ولابساها ولما كل جسمي وشداه وفي نفس الوقت ولا بيعلق ولا بيحرر ولا بيعمل اي اعاقه ولا حتى بيبان في الهدوء. دي حاجه حلوه قوي ما بيبانش في الهدوء. احنا سعداء جدا برايك وسعداء باشتراكك معانا في المسابقه وسعداء جدا بالوزن اللي انت وصلتي له وان شاء الله تكوني معانا ان شاء الله باذن الله.